فريق من المرتزقة بيدخلوا في مواجهة شرسة مع الجيش البريطاني، ولسوء الحظ لعبة القدر بتكون ضدهم، فبتقع طيارة واحد من الفريق وبتنفجر وبينزل صديقهم متفحم وبيفقد حياته. والجيش البريطاني استغل ده لصالحه وسرق الصواريخ النووية استعدادا لكارثة هتغير مسيرة العالم وحرب عالمية هتتسبب في دمار خطير وفقد أرواح بريئة. وقبل ما نبدأ فيلمنا ما تنساش فولو ولايك وشير لو بتتابعنا على فيسبوك، وتفعل زر الجرس وتشترك في القناة لو بتتابعنا على اليوتيوب. ويلا بينا نبدأ عظمة النهاردة. بيبدأ الفيلم بتاعنا في ليبيا، وبيكون الجنرال مع عيلته في بيت قرب مصنع قديم ومهجور، وأفراد الشرطة منتشرين في المكان علشان يحموا الجنرال، وأجواء مشدودة بنسبة كبيرة. بيطلع ضابط وبينادى على زميله فما بيردش عليه، وده خلاه شك في الأمر، علشان كده لما بيقرب منه بيلاقيه مصاب برصاصة في دماغه وحالته مأساوية. وفجأة بينضرب عليه رصاصة غدر هو كمان، والأمور بتسوء أكتر. بتدخل طيارة محملة بشحنة صواريخ وبترميها على المكان بسرعة، وبتكون مجرد بداية لدخول دبابة وعربيات متلغمة لرجالة مسلحين، والأجواء بتزيد إثارة بنسبة كبيرة جدا. بيطلب الجنرال من حراس إن هم يحموا عيلته عن طريق إن هم يتجهوا للمخبأ السري كمكان آمن ولو بشكل مؤقت. ومرة واحدة بيطلع شخص من عربيته وبيروح للضابط وبيهدده بالسلاح علشان يجبره يعترف بمكان الجنرال. طبيعي فضل يحافظ على حياته، علشان كده اضطر يشاور له الضابط على مكانه. برغم كل ده إلا إن الشخص المسلح قتله في النهاية بدون أي اعتبار. بننتقل سريعا لشخص اسمه بارني بيركب الموتوسيكل بتاعه وبيروح لصاحبه، فبيسمع نقاش حاد ليه مع صديقته جينا، وبتكون أجواء متوترة دايرة بينهم وبنسبة كبيرة مش طبيعية. ولما بيفتح جيسون باب البيت علشان يمشي فبيلاقي بارني واقف في طريقه، وبتطلع جينا مستخبية وراه وبتتخانق معاهم هما الاتنين. بتكون حالتها صعبة جدا من ناحيتهم، وده بنشوفه حرفيا لما بنلاقيها بتسخر منه. وجيسون ساعتها شغل دماغه وقال لبارني انها بتشتمه هو علشان بتستفزه، بس بارني كان عارف الحقيقة ومركز مع نظرات عينيها لصاحبه. بعدها بتدخل جينا ومرة واحدة تلقائيا بتفضل تزعق، وبتطلع مرة تانية علشان تقول لهم ان هم زي بعض تماما ومفيش فرق بينهم، وده لانها كانت معاهم في الفريق، وان هم رغم كده بيسيبوها وبدون اي اعتبار مش بيعتمدوا عليها. بعدها بتطردهم بعيد، وقبل ما تقفل الباب بيصعبوا عليها، فبترمي خوذة الموتوسيكل الى جيسون كنوع من الشفقة يعني. فبيسأل جيسون بارني عن السبب اللي جابه، فبيقول له انه فقد الخاتم بتاعه امبارح اثناء ما كان عنده مباراة مصارعة، وكان محتاج مساعدة منه في ان هم يلاقوه في حدود مقدرتهم. طبعا بيمشوا وبيسيبوها كالعادة. وبعدها جيسون بلغ بارني بانه يقدر يسيب الخاتم بنفسه علشان قوي لدرجة كفاية تسمح له بكده، وكان رد بارني بانه هو كمان قوي بدرجة كبيرة، وانه كفيل يجيب له الخاتم بكل سهولة اثناء ما هيكون منتظر ومستني يعمل كده. وبيدخلوا هما الاثنين علشان يقعدوا في الحانة ويفكروا في خطة كويسة بحيث تكون بداية قوية. وبيديله بارني قطع حديد علشان يحتفظ بيه معاه، لانه بنسبة كبيرة هيعزز من قوة ضربته. وبيروح جيسون يتكلم مع الراجل ده باسلوب راقي وكل ذوق في محاولة اقناع منه، لكنه طلع ما بيفهمش ومش متقبل. فبيضطر جيسون يرد على طريقته وبيشتبك معاه وبيديله كمية من الضربات كعقاب عن اللي عمله. والامور اتصعبت بنسبة كبيرة، واضطر يدخل في مواجهة مع رجالة تانيين، ولكنه في الاخر قدر ياخد الخاتم وبيديه لصاحبه. وبيتجمعوا بعدها مع الفريق بتاعهم علشان ينزلوا بخطة اعنف واقوى. في الاثناء دي بيدخل عليهم مارش، وده عضو مهم تبع كيان المخابرات المركزية، وبيعرفهم على مهمتهم الجديدة واللي بتكون عبارة عن القبض على سوارتو، خصوصا ان عنده جيش قوي جدا وبيساعده، وان هم دلوقتي في ليبيا بيسرقوا صواريخ نووية تمهيدا لكارثة وارد تحصل في اي وقت ولا حاجة. بنرجع بلمسة فانتازي كده لنفس عالمنا الموازي وليبيا، وبنعرف ان سوارتو قدر يحدد مكان الجنرال، وما اكتفاش بكده بيروح علشان يقتل مراته قدام عينيهم في منظر صعب جدا. وبعد ما بيعرف من الجنرال المعلومات اللي محتاجها بيقتله هو وابنه وبدون اي رحمة. في الاثناء دي بيكون فريق المرتزقة على استعداد لمهمة جديدة وراكبين طيارتهم ورايحين بعملية مسلحة على المصنع. ولما قربوا للمكان بيتعرضوا للهجوم وبيستقبلوا صاروخ قوي، رغم ان ما حدش عارف ان هم جايين، وده شيء غريب ومش مفهوم. اما سوارتو فبيكون خلاص سرق الصواريخ والمتفجرات وسابقهم بخطوة، وده الشيء اللي يخلي فريق المرتزقة يتحركوا علشان يلاحقوه ويدخلوا معاه في قتال. وبيكون بارني بيساعدهم هو في الطيارة كنوع من انواع الدعم الجوي، والفريق فضل مستمر في ضرب اي حد كان بيطلع قدامهم بدون تفكير. في اللحظة اللي خلاص قربوا فيها على سوارتو بيلمح جيسون بطرف عينه طيارة بارني وهي بتتعرض للهجوم بشكل مفاجئ. برغم كده اصر بارني ان هم يكملوا المهمة بغض النظر عنه، والكلام ده ما بيعجبش جيسون وبيرفض بشدة ينسحب. وطمنه انه مش هيسيبه، فعلا بدأ ياخد خطوة ولسه بيروح علشان ينقذه بيستغل سوارتو نقطة الضعف لصالحه وبيضرب صاروخ قوي وبيفجر الطيارة. ولما جيسون راح على امل يلحق صاحبه بيكون فات الاوان والوقت اتأخر، فبيلاقي بارني اتفحم وفقد حياته، وبيبقى ظاهر ايده
نفسه اللي فيها الخاتم، وده اثر على جيسون بالسلب وخلاه يدخل في حاله اكتئاب شديده، وده بنشوفه حرفيا لما بنلاقيه قاعد في الحانه وهو حزين ومتاثر، وبيبقى محتفظ بايد بارني اللي فيها الخاتم وحطها في الحانه كذكرى او تخليد لشيء يفضل فاكره بيه. وجينا بتوصل للمكان علشان تواسيه وتهون عليه موت بارني، وبيدخل عليهم مارش علشان ينضم ليهم ويفكروا مع بعض في خطوتهم الجايه. ولما بيسالوا جيسون هيعملوا ايه او البدايه المفروض تكون ازاي، بيعرفوا مارش انه موجود هنا علشان يبلغوا ان هيسيب المهمه للاسف، يعني علشان حس بالذنب ومحمل نفسه سبب فشلها عن طريق انه سمح لسوارتو بربع فرصه وخلاه يهرب بالصواريخ والمتفجرات. والنهارده جينا هي اللي هتتولى مسؤوليه قياده الفريق، وباقي الفريق خلاص وصلوا بيكونوا مؤيدين مارش في القرار بتاعه ده، غير ان هم فضلوا يعاتبوا جينسون وكانوا مستائين جدا من حالته، وده خلاه فورا يضطر ياخد خاتم صاحبه وبيطلع من المكان وبيسيبهم، وقرر يغير نمط حياته او على الاقل يحاول يدور على شغل يكون كفيل ينسيه حاله الحزن اللي عنده. ولما بيفتح الجريده بيلفت انتباه اعلان شغل الحارس شخصي ليوتيوبر مشهور، ودي فرصه ما تتسابش. بيروح فعلا يشتغل ولكن ما بيعجبهوش حال اليوتيوبر ده، ولما بيحس نفسه مش قادر يستحمل طبيعه الشغل بينفعل وبيروح علشان يضرب اليوتيوبر. بعدها بيتحرك على بيت جينا وبيفضل يدور في الخزنه بتاعتها عن حاجه معينه، فبيلاقي اوراق خاصه لبارني. لسوء الحظ بتفتح جينا النور وبتقول له مش من حقه يتدخل في خصوصيتها وكمان يفتش في حاجتها يعني، والفضول بيخليه يسالها عن الورق ده، فبتعرفه ان بارني كان مشترك في مهمه سريه ودي الاوراق بتاعتها وبنسبه كبيره هيساعدهم في المهمه الجديده، علشان كده فضلت انها تحتفظ بيهم. ولما بيعرض عليه انه عايز يرجع وينضم لهم مره ثانيه ما بترضاش لانه اخد قرار وتخلى عنهم ما بقاش موجود في الشغل، لكنها بتحس بالذنب فبتطمنه وبتقول له ما يقلقش وان هم هياخدوا حق بارني. فبيديها جيسون سكينه تحتفظ بيها وبيقول وارد جدا تحتاجيها في اقرب فرصه. تاني يوم في الصباح الباكر بيتخض لما بيلاقي جينا مش موجوده وبتفتح تليفون على امل يحاول يعرف مكانها، وده لانه كان حاطط في السكينه جهاز تتبع وبيعرف مكانها فعلا وبيجهز نفسه وبدا يتحرك. فبيروح عند بحر في جنوب اسيا وبيسال عن شخص اسمه ديشا، فبيعرف من الراجل ان ديشا ده ما بقاش موجود وانه مات من زمان. فبيروح جيسون ياخد القارب علشان يتحرك بيه ولكن الراجل بيمنعه وبيتخانقوا مع بعض وبتحصل شده بسيطه. ولما بيلاحظ الراجل ان جيسون لابس خاتم بارني بيساله ازاي حصل عليه، فبيرد جيسون بان بارني مات وانه عايز ياخد القارب علشان ينتقم من اللي قتله ومستحيل يفوت فرصه ياخد بيها حق صاحبه. فبيضطر الراجل يعترف له بانه يبقى ديشا اللي بيسال عليه وانه كذب وقال انه مات علشان ما كانش حابب يرجع للماضي مره تانيه، وان بارني يبقى شخص عزيز عليه وعرض عليه يتعاونوا مع بعض، خصوصا ان دي نقطه قويه جدا هتفيدهم. بنرجع مره تانيه للفريق وهم متجمعين وعلى اتم استعداد، وبيدخل مارش علشان يبلغهم بانه هيجي معاهم ومش هيسمح باي غلطه وان هم ضروري يتحركوا في اسرع وقت علشان الموضوع خرج عن السيطره، وان سوارتو سرق سفينه من تايلاند وراح عند بحر في روسيا، وان بالصواريخ اللي اخدها دي هيجهز لكارثه ممكن تسبب في حدوث حرب عالميه بين الدول. وعلشان نعلي السنس شويه ونزود السسبنس عندك كمشاهد بنرجع نفكرك بانك هتستمتع بملخص خطير جدا، فطبيعي وبدون تفكير وقبل ما نكمل عظمه النهارده بتاعت فيلمنا يا ريت تدعمنا بلايك جميل وتشترك في القناه، وعلشان الفتره اللي جايه افلام من العيار التقيل زي ده وحاجه جامده جدا تستاهل تشوفها يلا بينا. وبتتحرك المجموعه فعلا ناحيه الفريق الثاني استعدادا لمواجهه شرسه جدا، ولكن بيلاقوا المكان هادي جدا وبيتوقعوا ان ده كمين معمول لهم، وفعلا بالظبط حرفيا حصل. وفجاه مره واحده بيتقفشوا وبياخدوهم الرجاله التانيين وبيربطوهم علشان يفكروا ازاي يعاقبوهم على الغلطه اللي عملوها دي. وبعدها بيدخل مساعد سوارتو وبيسال عن القائد بتاعهم، ومارش بكل ثقه بيعرفه بنفسه، فبيضربوا المساعد وبياخدوا عند سوارتو. في الوقت ده بيكون خلاص جيسون وصل للسفينه وبيقول له ديشا بانه هيكون في انتظاره بالقارب لحد ما يخلص لو الامور ماشيه بتمام يعني وطبيعيه زي ما هم معتقدين. وبيطلع جيسون بخطوات هاديه علشان ما يلفتش الانتباه، ولكن بيتكشف برضه وبيفضل يحاول يضيع وقت ويلهي الحارس على امل يفكر في حل لحد ما بيخلص عليه وبيهجم على الباقي. في اللحظات دي سوارتو فضل مستمر وبيضرب في مارش وهو بيكلم المساعده بتاعته في المخابرات، وعرض عليها اتفاق بسيط عباره عن انه يسلمهم مارش مقابل حصوله على السجين بتاعهم. فبتقول للمساعده انها ما تقدرش تعمل كده حتى لو عايزت علشان ببساطه ملهاش سلطه تسمح لها تنفذ. فبيقول لها سوارتو بانه مدرك موقفها والحدود اللي تقدر تتصرف فيها وانه محتفظ بالشخص الوحيد صاحب السلطه واللي بيأمره يدي القرار. ومن نظرات العيون تلقائيا بنعرف ان قصد مارش، ومارش ما كدبش خبر وفعلا بدون ما يفكر بلغ المساعده بتاعته بانها تخرج السجين بتاعهم وتقدم طلب في اسرع وقت ممكن، وكمان قال لها على رقم الطلب علشان تقدر تخرجه بكل سهوله. وبعد وقت مش كتير جيسون قدر يتسحب ويشوف رجاله سوارتو اثناء ما كانوا مندمجين وبيتفرجوا على الفيديو بتاعه لحد ما ضرب اليوتيوبر الشهير. وبيقول واحد منهم انه متاثر بجيسون بدرجه كبيره وانه بيعتبر قدوته، وجيسون طلع بشكل غير
متوقع قدامهم وبيخلص عليهم كلهم كنوع من رد الجميل، وبيحس سوارتو بحاجه مش طبيعيه بتحصل، فبيكلم رجالته على اللاسلكي على امل تطلع تهيؤات، فبيرد عليه جيسون من خدمه العملاء وبيعرفه انه خلاص خلص على كل رجالته بطريقه وحشيه ولازم يجهز نفسه ويستعد للموت علشان الدور عليه بعد كده. وسوارتو ما اقتنعش وقال ان المفروض العكس وان البدايه هتكون من عنده مش هيرحم حد خالص. بيبدا جيسون يطلع اسلحته ويهجم على باقي رجاله العصابه وبيسمع ديشا صوت طلقات رصاص، فبيقلق وما بيقدرش يمسك نفسه وبيطلع هو كمان على امل يلحق جيسون او على الاقل يساعده. اما باقي الفريق فكانوا بيفكروا في طريقه تخرجهم من هنا وفعلا نجحوا ولقوا حل مؤقت، ولكن لسوء الحظ لعبه القدر بتكون ضدهم لان هم لما بيخرجوا بيقابلهم واحد وبيرفع عليهم سلاح وبيهددهم، بس جيسون لحق يتصرف وبكل احترافيه بيجي من وراه بيخلص عليه. فبتقوله جينا انه اتاخر عليهم جدا وانها مش غبيه للدرجه دي وكانت عارفه كويس قوي انه زارع جهاز تتبع في السكينه، فبيضحك جيسون من العقليه الصعبه دي. بعدها بيتحركوا كفريق واحد وبيتجهوا لمكان القنبله وبيعرفوا ان فاضل لها 27 دقيقه وتشتغل، فاتفقوا ان هم يقضوا على الرجاله كلهم وفي اسرع وقت. بعدها يشوفوا سوارتو وياخدوا منه الجهاز المسؤول عن ايقاف القنبله وعلشان ما تحصلش كارثه تدمر ارواح كتير، وبيروحوا فعلا ونجحوا ان هم يخلصوا على عدد كبير منهم. وجيسون هو كمان راح لسوارتو وحصلت مواجهه بينهم ومنسيش لحظه موت اعز اصدقائه بارني، وبيسالوا جيسون عن الجهاز ولكن ردوا ان الجهاز مش موجود معاه وان المسؤول الوحيد يبقى رئيسه. في نفس اللحظه بيكون اخيرا وصل المسجون اللي المفروض يخرج كمقابل لمارش، ولسه المسجون هيتكلم ويعترف بالحقيقه بيقتلوا مارش. وهنا بيكتشف الفريق ان مارش خاين وانه يبقى رئيس سوارتو وباقي العصابه وكان بيخدعهم طول الوقت ده كله. فبيقول له جيسون مفيش وقت وبيطلب منه الجهاز علشان يلحقوا العالم ان هم يوقفوا القنبله، ومارش ما بيهتمش وبتظهر نوايا الخبيثه لما بيقول له بكل شر انه مستني الحرب العالميه تقوم بين الدول والخراب ينتشر ويخلصوا على بعض. فبيقول ديشا بان الحل الوحيد المتاح قدامهم هو ان هم يهربوا من السفينه، فبيوافق جيسون فعلا وبيأيد قراره وبينزلهم كلهم على القارب ما عدا هو بيرفض وما بينزلش، وبتبقى جينا خايفه عليه ورافضه تتخيل سيناريو ما تحبش تشوفه، ولكن بيعرفها انه لازم يلاقي حل علشان يوقف الحرب اللي هتحصل وان مسؤوليه العالم مهمته دلوقتي. وبدأ جيسون يتحرك ويحاول يشغل دماغه ويغرق السفينه ولكن رجاله سوارتو بتمنعه ما بيدلوش الفرصه، وبيظهر مارش بكل سخريه وبيتريق عليه لان بكل سذاجه بارني فضل 20 سنه بيحاول يوقعه ولكنه قدر يكشفه بكل سهوله مع اول غلطه، وانه مش هيديله فرصه يعيش وحالا هيقتله ويبعته زياره لصاحبه بارني. ولسه بيفكر جيسون ازاي يتصرف بيلاقي مارش اتصاب وقدمه اتدمرت، وبيطلع ان اللي عمل كده صديقه بارني وانه لسه عايش. بياخد جيسون صاحب عمره معاه على السفينه وبعدها بيفجر المركبه واللي بتغرق، وده بيقلل او بمعنى اخر منع ضرر القنبله من انه ينتشر. وبيتجمعوا بعد كده في الحانه وبيحتفلوا بنجاحهم وبيفضلوا يتريقوا على جيسون علشان فضل في السفينه لوحده، ولكن جينا بتحضر وبتمنعهم من الهزار السخيف ده، وبيسال جيسون بارني ازاي طلع عايش ومختفي طول الفتره اللي فاتت ومش منطقي اصلا الجثه اللي لقوها في الطياره مكانه. فبيعرفوا بارني بانه اتعمد يعمل كده علشان يحاول يكشف خطه مارش ويستغل ده لصالحه ويسبق بخطوه، وان الجثه اللي كانت في الطياره لشخص من الجنود وبارني لبسه الخاتم بتاعه علشان ما يخطرش على بال حد انه لسه عايش. وبكده بيخلص فيلمنا الجامد جدا النهارده. ما تنساش زي ما قلت لك فولو ولايك وشير وتقول لنا رايك في التعليقات لو بتتابعنا على فيسبوك، وكمان تفعل زر الجرس وتشترك في القناه لو بتتابعنا على يوتيوب، وهتلاقي لينك بيج تحت في الديسكريبشن. يلا سلام.